موسم المدارس دخل واللانش بوكس أصبح وراكي كل يوم الصبح. والحقيقة انه احنا عندنا نوعين من الامهات، نوع بيشوف ان اللانش بوكس ده هو زيادة وزواد العيل واللي لازم يكون موجود جواه كله اي حاجة تنفع، لان دي وجبته الاساسية في اليوم. يرجع مستعجل، اذا كان هينام ينزل درس مش هيلحق يتغدى، وممكن كمان ما يتعشاش لو الطفل ما عندوش شهية. وفي امهات تانية بتشوف انه لأ، اللانش بوكس ده حاجة كده أي كلام، زي تصبيرة يعني من الآخر ياخدها كده عبال ما يرجع للبيت، خاصة لو طفل في كي جي 1 أو في كي جي 2 اللي هما بيخلصوا بدري شوية، والأكل الحقيقي ده بياكلوا لما بيجي البيت، ومن هنا بيحطوا أي حاجة في اللانش بوكس. فسواء انت كنتي من النوع الأول أو كنتي من النوع التاني، فخليني أكلمك عن اللانش بوكس أو لانش بوكس المظبوط او الطبيعي او الصحي المفروض يكون عامل ازاي. الحقيقه ان هو ليه شويه مواصفات، قبل ما اكلمك عليها يا ريت ما تنسيش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه عشان يوصلكم مني كل جديد. النصيحه الاولى: اختاري خامه بلاستيك تكون صحيه، وحاولي يكون ديزاين اللانش بوكس مناسب لطفلك، لا هو الكبير قوي ولا الصغير جدا اللي الاكل فيه يتعك مع بعضه والعيل يقرف من الاكل. كمان راعي سن طفلك، فلو اللانش بوكس محكم قوي في الفتح والقفل، الطفل عمره ما هيعرف ان هو يفتحه ويقفله، هيبقى صعب عليه وممكن تصعب عليه فكرة الاكل اصلا، خاصة ان مش كل المدرسين بيساعدوا الطفل. كمان اللانش باج فكرة كويسة جدا، عشان لو اكل او سوائل وقعت من اللانش بوكس ما تجيش على بقية محتويات الشنطة وكتب المدرسة والذي منه. نيجي بقى للنقطة اللي اهم من كل اللي فات. الحقيقة انه في مدارس كتير بيكون ليها بعض التعليمات او الشروط، والحقيقة انه الامهات بيستهتروا بالتعليمات دي رغم اهميتها. يعني مثلا في مدارس بتلتزم انه او بتلزم الام بمنع الفشار والمكسرات السليمة، وده مش رفاهية ولا سخافة منهم، لكن عشان هي للأسف بتسبب حالات اختناق. كمان الشوكولاتة والسكريات بتكون ممنوعة في مدارس كتير، وده لأنها بتعمل نشاط زايد وهيبرة عند الولاد. بنصحك بلاش المكرونة بالبشاميل وبواقي العزومات اللي بتحطيها لابنك في اللانش بوكس بتاعه، لأن ده هيخلي الدم في جسمه يروح كله للمعدة، وبالتالي هيأثر على نشاطه الذهني ونشاطه المدرسي، وهيخلي أداؤه في الاستيعاب وفي الفهم أقل بكتير. الحقيقة كمان في نقطة بتغيب عن أمهات كتير، وهي إنه الولاد لازم يشاركوا في تحضير اللانش بوكس من بالليل وفي عملية شراء محتوياته. يعني ما يجيش الولد أو البنت الصبح يسألوكي إيه الفطار فتقولي لهم والله عملت لكم كذا كذا، وهم ما بيحبوش الكذا كذا. فهيكون مفيد لو هم اشتركوا معاكي في الاختيار من بالليل وراحوا يشتروا معاكي المكونات بتاعة اللانش بوكس، وهي حبذا لو حضروها بإيديهم، وتبقى انت كده ضربتي 60 عصفور بحجر واحد. كمان اختاري الاكلات اللي ما بتحتاجش تتسخن، يعني السندوتشات اللي هي الخفيفة، جبنة، مربى، بيض، اي حاجة ما تكونش محتاجة ان هي تتسخن عشان تكون طعمها لذيذ او تكون طبيعية. الكلام ده لاخواتنا اللي بيحطوا بيتزا او بيحطوا جلاش باللحمة المفرومة وما الى ذلك يعني. نيجي بقى لأهم نقطة في الموضوع كله: اللانش بوكس ده المفروض يكون جواه ايه اصلا؟ هل طبيعي ان احنا نترسه سندوتشات فينو ونحط جواه اي حاجة وخلاص، ولا طبيعي ان احنا نحط فيه بواقي اكل، ولا نحط فيه ايه؟ خليني امسكها معاكم واحدة واحدة. اللانش بوكس ده تلت احتياج الطفل اليومي من العناصر الغذائية، يعني هو بيعتبر وجبة فطار زائد سناك، وممكن تزودي الكميات شوية لو اليوم الدراسي عند الولد طويل او الباص بياخدوا مسافة طويلة من البيت للمدرسة فبيوصل متأخر. وفي نفس الوقت تحضري وجبة الغدا من بدري عشان لما الأطفال بيرجعوا من المدرسة بيحبوا يتغدوا على طول. ودلوقتي بقى تعالوا نشوف ايه العناصر الغذائية اللي المفروض تكون موجودة جوه اللانش بوكس. أول حاجة النشويات زي العيش والبقسماط والبيتزا والمخبوزات، لكن هنا بقول ان هي مش مفروض تكون موجودة بكميات كبيرة، يعني بالعقل، لا كتير قوي ولا قليل قوي. كمان مفروض تكوني حريصة على وجود منتجات الألبان زي الزبادي والجبن الطبيعية واللبن الرايب، وكمان يا حبذا لو في فواكه وخضروات، ودي مفيش اسهل ولا اجمل منها لان تحضيرها مش بياخد وقت، وبرضه تقدري تنوعي جدا فيها بدون ما طفلك يزهق.
كمان مفروض يكون فيه بروتين زي البيض بكل طرق عمايله أو البقوليات، ومفروض يكون فيه دهون، والدهون دي ممكن تتحط أثناء قلي البيض أو زيت زيتون مع الجبنة أو الفول، أو إن الجبنة تكون كريمي. مفروض كمان يكون في سكريات لكن بكميات بسيطة في صورة عصير فريش أو كوكيز أو بسكوت خفيف. واخر حاجة اللي هي اهم حاجة، ازازة المية دي مش رفاهية للطفل في المدرسة، سواء كنا في الصيف او كنا في الشتاء، هتفرق جدا جدا في صحتهم ونضارتهم ونشاطهم بالكامل. بتمنى لكم سنة دراسية جميلة وسعيدة ولانش بوكس خفيف ظريف على قلوب كل الامهات. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي.